فكل مره لما كنت بقدم وصفه جنبها مكرونه بصلصه كنتوا بتسالوني على طريقه المكرونه، وكنت بستغرب قوي اللي هو في حد مش بيعمل مكرونه بالصلصه. بس بما ان الاسئله كترت فاقول لكم على طريقتي. شويه زيت في حله سخنه جدا، هنزل عليهم بشويه توم، وانا مش بحب الصلصه بالبصل. اول ما التوم يصفر وتطلع ريحته هنزل بطماطم. الطماطم دي كانت متسبكه عندي ومخزناها في الفريزر، ممكن تستخدموا عصير طماطم عادي. الفرق بينها وبين الطماطم العاديه ان الطماطم العاديه هيكون فيها ميه كتير فهتسيبوها تتسبك اكتر. هنزل بقى بملح وفلفل، معلقه من الخل ونص معلقه من السكر، واي توابل تحبوها. توابل لحمه، 7 بهارات، انا استخدمت هنا توابل برجر وكان طعمها تحفه. انا لازم استخدم نوع توابل كده يكون مميز قوي بالنسبه لي عشان يدي طعم مميز للمكرونه بتاعتي. خلاص اتسبكت، هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي. واهم حاجه بقى ان انا بوطي النار على المكرونه واسيبها بقى تتشرب الصلصه دي، مش بحط المكرونه على الصلصه واقدمها على طول. وتركه اخيره بقى وهتدعولي، معلقه صغيره من السمنه البلدي هتدي لمعان تحفه للمكرونه وفلفله وريحه فظيعه مع الصلصه. جربوها هتعجبكم جدا. عملت جنبها شويه ستريبس، لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتس. وبس كده، الاكله دي بالنسبه لي بتخلص قبلها بنص ساعه تقريبا. وكمان انا الستريبس مش بتبله من بالليل، انا بعمله قبلها تقريبا بنص ساعه، يعني بشتغل فيه قبل المكرونه. ولو انتوا بتضيفوا اضافات تانية للمكرونه اكتبوا لي برده في الكومنتس.